السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من مسلسل الحب غير مشروع. البداية غادا تكون مع داود والإخوة ديالو اللي كانوا واقفين حدا السيارة، ومرام اللي كانت هي وفكرية في الحديقة جات حداهم بهيجة وجلسات حداهم. غادي نشوفوا مها اللي كانت كتشوف في الملف ديال داود وكتفكر فيه، وعلي اللي كان في غرفة العمليات. وفي الصباح غادي نشوفوا بهيجة اللي كانت في الغرفة وفتحات واحد الصندوق ديال المجوهرات ديالها، واللي خلات ليها الام ديالها قبل ما تموت. جا محمود وبقى كيراقب فيها وشاف المجوهرات، من بعد دخل عندها وقال لها انا وجدت لك الفطور. من بعد جلس حداها بهيجه قالت لي هاد المجوهرات وهاد المبلغ اللي جمعت على قبل الاطفال ديالنا بغيتك تاخدو وتدبر الامور باش نمشيو لاسطنبول في اقرب وقت. وما بغيتش مرام وفكريه يعرفوا بهادشي حتى نخبرهم. محمود قال لها كوني هانيه، اصلا بقات لينا غير 4 ايام ونمشيو، وهديك الساعه غادي يعرفوا كلشي، ودابا خلينا من هادشي وفطري. بقى كيقول لها انا عمرني غادي نتخلى عليك وخا يتخلاو عليك كاملين. المهم هذا كله كان تمثيل، حيت الهدف ديال محمود هو ياخذ المجوهرات والفلوس. داود كان في المكتب ديال مروان. جا سيزار حتى هو باش يعرف اشنو اللي ممكن نديرو في المواجهه الفرنسيين. المهم سيزار جاب الفطور معاه، ومروان خبرهم بلي خاصهم يحضروا خطه باش يواجهوا الفرنسيين، حيت من بعد هاد الضربه اللي وجهنا لهم ودمرنا لهم الخطه اللي حطوا فيها اختطفوا جلال وفكريه، اكيد ما غاديش يرتاحوا. علي كان حزين بزاف حيت حتى شي واحد ما سول فيه، وسول قادر واش الا مات غادي يجي شي واحد ويزور في القبر ديالو. قادر قال ليه بارك عليك نزورك انا في الكفايه. وعلي قال ليه انت ولد الاصول، داكشي علاش كتقول هكا. في نفس الوقت وصلات مرام وفكريه. علي فرح بزاف ومرام خبراته بلي الطبيب قال لهم انه غادي يخرج من بعد ايام معدوده، وانهم جاو يشكروه حيت عاونا باش نقود الاخت ديالها، وإلا احتاج اي شي حاجه يطلبها من قادر باش يخبرهم. من بعد مشاو. علي فرح بزاف بالمجيء ديال مرام وقال لقادر انا كنحس براسي تولت من جديد، وبقاو تضحكوا. محمود مشى لعند رولا وخدا الفلوس اللي عطاتو بهيجه وسولو واش هي جهزت نفسها باش يمشيو لاسطنبول، واش باعت المجوهرات وجابت الفلوس. رولا قالت لي انا سحبت الفلوس ديالي من البنك وحتى المجوهرات بعتهم وكل شيء موجود. محمود جمع الفلوس كاملين في الحقيبه وقال لي انا غادي نمشي نقطع تذاكر وانتي لحقي عليا. رولا قالت لي مالك مزروب، اول حاجه خاصنا نحتفلوا بهذه المناسبه. محمود قال لي انا موافق. من بعد جلس. فاش مشات رولا تجيب المشروب بقى تيقول صافي انا موافق نحتفلوا بالذهاب ديالي اسطنبول، وغادي نصرف الفلوس ديال هاد جوج غبيات غير بوحدي. رولا جابت المشروب ومحمود سولها علاش ما كتشربش، وهي قالت لي بانها حامله. المهم محمود بقى كيشرب ورولا كانت متوتره وجالسه حداه. في المنزل لطيفه دخلت عند بهيجه باش تاخذ الاواني ديال الفطور، وسولات بهيجه علاش كتجمع في الاغراض ديالها. بهيجه تعصبات عليها قالت لها هادشي ماشي سوقك، جمعي الاواني خرجي. لطيفه قالت لها مرام وفكريه غادي تقلقوا بزاف فاش يعرفوا بلي انت باغا تمشي. بهيجه قالت لها انا كنحضرك لاخر مره، ديها في راسك وما تبقايش تدخلي في الامور اللي بعيده عليك. لطيفه خرجت من عندها وبهيجه بقات كتجمع في الاغراض ديالها. فاش نزلات كانت مرام رجعت المنزل وسولاتها مالها متوتره، ولطيفه ما بغاتش تخبرها. قالت لي انا كنحس بالعياء. مرام سولاتها على بهيجه ولطيفه خبراتها بلي كاينه في الغرفه ديالها. المهم طلعت لعندها ولقاتها جامعه الاغراض ديالها وتصدمت. قالت لها عندك تكوني غادا تمشي مع محمود لاسطنبول. بهيجه قالت لها غير ثيقي بيا، هذا هو الحل اللي بقى عندنا. مرام قالت لها انت باغا تخلينا بوحدنا وتمشي. وبهيجه خبراتها بلي الكره ديالها لمحمود كيصعب عليها الحياه، داكشي علاش من الاحسن يمشيو ويخليهم على راحتهم. مرام قالت لها انا ما غاديش نسمح لك بهادشي. وبهيجه قالت لها انا عيت من هاد الهموم، انا بغيت نعيش مع الزوج ديالي بعيد على المشاكل. مرام حنقاتها قالت لي انا ما نقدرش نعيش بلا بيك وما غاديش نسمح لك تمشي. بهيجه خرجت من الغرفه وما سمعتش ليها. وهنا غادي نشوفوا رولا من بعد ما وضعت المنوم في المشروب ديال محمود. محمود بدا كيفقد الوعي ديالو ولقى رولا لابسه الملابس ديالها ومجهزه نفسها، وخبرته بلي هي مستحيل تثق في كلامه وبلي هي عارفه انه كيكذب وباغي يهرب بوحدو. رولا قالت ليه انا غادي ننتقل لاسطنبول ونعيش بوحدي بهاد الفلوس اللي جمعتي ليا، وغادي تكري منزل صغير وتبات تغني في شي مطعم وتعيش مرتاحه بعيده عليه والكذوب والنفاق ديالو. من بعد قالت لي ما تخافش، هذا غير منوم، انا بغيت نوريك بلي صعيب عليك تخدع النساء كلهم. محمود سولها فينا هما الفلوس، ورولا خدات الحقيبه ديال الفلوس وقالت لي انت غادي تجيب فلوس اخرين من عند بهيجه، وخلاته ومشات. محمود حاول يوقف بقى تيقول فين مشيتي، وهرس القرعه ديال المشروب. قال لي انت ضحكتي عليا. مروان طلب من داود باش ينتبه مزيان
بالخصوص على الاخوه ديالو. داود خليه حتى مرام وخواتاتها خاصهم الحمايه، ومروان طلب من سيزار باش يرسل الرجال يحميو المنزل ديالهم. من بعد خرجوا قدام المخفر وزعوا الاكل على العسكر اللي كانوا في الحراسه. نفس الوقت غادي نشوفوا واحد الشخص اللي كان هاز في يدو بندقيه واطلق رصاص على سيزار. داود وايوب تصدموا. من بعد خرج مروان. داود طلب منهم باش يجيبوا السياره باش ياخدوا سيزار للمستشفى. سيزار طلب منهم باش يسمعوا ليه، قال لهم انا الاب ديالي مات شهيد وكنظن بلي وصل الوقت ديال الشهاده ديالي، وطلب منهم المسامحه وقال لهم القريه والمنجم امانه عندكم وعندك يخليو الفرنسيين ياخذوا لهم حقهم. المهم سيزار توفى وكلهم كانوا كيبكيو على قبله. من بعد خداوه في السياره باش يدفنوه. قبل ما يمشيو مروان طلب من ايوب باش يلقى اللي طلق الرصاص على سيزار، اي واحد عنده يد فهادشي. داود حتى هو طلب منه باش يرسل العسكر للمنزل ديال مرام، خبرهم بلي هي خواتاتها حتى هما في خطر، ويحمي المخفر هو والعسكر. هنا غادي نشوفو مها اللي جات لعند معروف وكانت معصبه بزاف. مها قالت ليه علاش ناديتي عليا؟ معروف قال لها في بعض المرات كنديروا شي حوايج حنايا ما باغيينهمش. مها قالت لي اشنو كتقصد؟ هو خبرها بلي كان كيتمنى ان داود ما يقصحش راسو ووافق على الشروط ديالهم، ولكن هادشي طبيعي بالنسبه للاتراك حيت هما من زمان اي حاجه كيملكوها كيتمسكوا بيها ومستحيل يتخلاو عليها. مها قالت ليه انا ما فهمت والو في هادشي اللي كتقول. معروف قال لها خاصك تعرفي بلي دابا داود خدا درس ديالو وانت خاصك تخدمي شويه معانا. مها سولاتو اشنو دار لداود ومعروف قال لها حنا درنا داكشي اللي كان خاصنا نديرو. مها تعصبات بزاف ومعروف بقى كيضحك قال لها انت كتبغي داود هادشي علاش ما غاديش نقدروا نتعاملوا معاك من دابا لقدام. وهنا غادي نشوفوا داود اللي كان كيبكي وكيقول لسيزار انا كنت السبب في الوفاه ديالك، يا ريت كون كنت في بلاصتك دابا. مرام كانت كتطلب من باهجه باش ما تمشيوش تخليهم، وهي قالت لها انا وعدت محمود باش نمشيو لاسطنبول. مرام سولاتها واش ما فكراتش اشنو غادي يوقع ليهم من بعد ما تخليهم وتمشي، وعدتها انها غادي تبعد منها ومن محمود وتخليهم يعيشوا حياتهم كيف ما بغاو وما تدخلش بيناتهم. ولكن بهيجه كانت مصممه باش تمشي عند محمود. المهم مرام حاولت باش تقنعها تغير الراي ديالها ولكن بدون فائده. ايوب جا هو والعسكر اللي كانوا غادي يحرسوا المنزل ديال مرام. استقبلته لطيفه وطلب منها تنادي لي على مرام، خبرها بلي سيزار توفى. لطيفه دخلت كتبكي وخبرتهم داكشي اللي قال لها ايوب. غادي نشوفوا داود ومروان اللي جابوا سيزار للمستشفى. علي وقدير بقاو كيشوفوا فيهم وما عرفوش شكون اللي توفى. من بعد جا الدكتور قدم ليهم التعازي وسولوه شكون هو الشهيد. مروان قال لهم هذا الملازم سيزار. علي بقى تيقول هذه خساره كبيره. من بعد مروان طلب من العسكر يمشيو مع الممرضين باش ينزلوا سيزار للمشرحه. داود شاف علي وكان غادي لعنده ولكن مروان منعه وطلب منه باش يتهدن. داود خبره بلي هو السبب في الوفاه ديال سيزار بسبب الطمع ديالو. المهم الممرضه جابت الاغراض ديال سيزار وعطاتهم لداود اللي مشى جلس وبقى كيبكي وكيشوف فيهم. مرام خبرات ايوب بلي سيزار كان كيبغي الخير لكلشي وكان ديما كيقدم المساعده ليهم. بهجه سولات شكون اللي يقدر يدير هادشي في سيزار، ومرام قالت لها هادشي واضح، دوك اللي نهاو الحياه ديال الاب ديالنا وفجروا المنجم. ايوب قال لها العسكر غادي يبقاو هنا باش يحميو المنزل ديالكم وحاولوا ما تخرجوش من المنزل الا للضروره، وانا غادي نبقى نمر لعندكم والا احتاجيتوا اي حاجه طلبوها من العسكر. مرام سولاتو على داود واخبرها بلي خدا سيزار للمستشفى. مرام خافت على داود وخرجت بسرعه من المنزل، وايوب طلب من العسكر يديروا بالهم وخرج تبعها. علي كان معصب وبقى يقول انا ما كنتش كنظن بلي غادي نحس بالندم حتى لهاد الدرجه. واحد من العسكر خبر مروان بلي الام ديال سيزار وصلت. فاش كان غادي يستقبلها داود خد السلاح وضرب قادر ودخل عند علي وسد الباب ورفع عليه السلاح. مروان وقادر بقاو كيحاولوا يفتحوا الباب. علي كان كيظن بلي داود غادي يطلق عليه رصاص، ولكن داود فرغ الرصاص اللي في المسدس في الارض. علي قال ليه يلا اطلق عليا ونهي لي الحياه ديالي. داود خبره بلي هاد الرصاصات ديال سيزار واخر رصاصه حطها فوق الطاوله. قال لي هذه ديالك يمكن لك تحتفظ بها، انا مازال محتاجك حتى نهي الحياه ديال الفرنسيين، عاد غادي يوصل الدور ديالك من بعد خرج. وقال مروان يلا نشوفوا الام ديال سيزار. علي بقى كيشوف ديك الرصاصه، وداود خد الملابس ديال سيزار ونزل عند الام ديالو اللي كانت كتبكي وكتألم على قبل الوفاه ديال الابن ديالها. داود عطاه الملابس وهي طلبات منهم باش تشوف الابن ديالها وتعنقوا لاخر مره. من بعد خداوها باش تشوفو.
مرام وأيوب وصلوا للمستشفى. أيوب اعتذر منه حيت ما قدرش يمنع مرام باش تبقى في المنزل حيت كانت خايفة عليه بزاف. المهم داود طلب منه باش يرجع للمخفر. مرام قالت ليه انا كنتألم بزاف قدمت لي التعازي وعنقاتو. داود بقى كيبكي وكيقول لها كلشي كان بسببي. بقى كيتذكر الوجه ديال سيزار وطلب منها باش تبعد منه ويتفارقوا ويقطعوا العلاقه اللي بيناتهم حيت خاف لي يأذيوها بسبب العلاقه اللي بيناتهم. مرام قالت ليه انا جيت غير باش نعزيك. وداود قال لها صافي راجعي حدا خواتاتك وما تخرجيش من المنزل. مها حتى هي وصلت فاش شافت مرام وداود مع بعضياتهم تقلقات بزاف. المهم داود بقى تيقول لمرام انت خاصك تبقاي بعيده عليا انا ما كيجي من ورايا غير الاذى. من بعد مشاو خلاها. مرام شافت مها وداود مشى ركب معاها في السياره غير باش يبين لمرام انه ما بقاش كيبغيها. المهم داود طلب من مها باش يمشيو حيت بقى يتكلم معاه في واحد الموضوع. مرام ما عجباش الحال وبقات غير كتشوف. وكانت ديال النهايه ديال هاد الحلقه. نتمنى الفيديو نال اعجابكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم والى اللقاء.